مساكم الله بالخير. أنا صح قاطع عنكم الفترة لظروف الله أعلمها، لكن الحمد لله رب العالمين. لكن اليوم في شخصية زارتني المكتب والله العظيم فرحتني، صديق وحبيب دكتور عادل. يا مرحبا. حي الله، منور. والله النور نورك. انا الصراحه يعني الله استانست يعزك. شوفتك. انا جاي هني زياره عابره، لقاء عابر، واول مره ازخك. انت دوم تقول لي داوم هني بس كله كلام فارغ. الله يطول اول مره عمرك. تاكدت الحين انك تداوم لا, هني. لا أنت بس تعال الوقت هذا تحصلني. زين زين. بس أجمل شيء إنك لابس كندورة صفراء. وصلاوي وصلاوي. كفو خلاص. كفو، ذهب ذهب. ايش حالك دكتور؟ الله يسلمك. شحالك دكتور شو انت؟ تقول عن البنت اللي تشتري موز من ستاربكس؟ ليش تدرس عنها؟ والله انها تحرطم، بترول غالي والموتر غالي وما ادري شو غالي، واخر شيء تشتري فان كليف وجي كلاس ورنج وموز من ستاربكس. انت الموز هاي اللي بدت موز لك. مقرطس بعد. دكتور عادل، يا مرحبا. الله يرحب بك بفضله. اللهم لك الحمد، افتكينا من كورونا. بس في انفلونزا جديده منتشره وتضرب بالكل. شو نصيحتك؟ طبعا هي مو بانفلونزا جديده، انفلونزا فيروس صار له 50 60 سنه نعرفه، وله تطعيم سنوي يحمي بنسبه وايد زينه من 4 متحورات رئيسيه. ناس تقول انفلونزا خنازير وفيروس جديد، لا مو انفلونزا خنازير ولا شيء، هو انفلونزا A وانفلونزا B. انفلونزا A اكثر شيوعا حاليا، طبعا لان نحن هالسنه شلينا الكمامات ووقفنا غسيل وتعقيم، فالحالات زادت عالميا مش بس عندنا. الوقايه انك تاخذ التطعيم، خاصه الاطفال لان اكثر ناس يتعبون وكبار السن. زين، قالوا التطعيم شهر 10 او يعني عادي الحين اللي ياخذه؟ عادي يقدر ياخذه. نحن نقول شهر 10 عشان التطعيم يبال اسبوعين لما يشتغل، فقبل ما يدخل عليك الفيروس انت تدخل قبل، بس اللي يتاخر الحين بالعكس خليه ياخذ عشان يستفيد. واذا اصبت بالانفلونزا لا تقول والله بس باخذ مضاد، لا، تصير عند الطبيب تفحص سواب الانفلونزا تاخذ سواب الانفلونزا؟ وتاخذ اذا جتك حمى تروح عند اقرب دكتور تقول له سوي لي فحص الانفلونزا A و B. اذا سوالك المسحه وطلعت انفلونزا A او B تاخذ دواء تامي فلو حتى الاطفال في اول 48 ساعه، لانه يساعد بشكل كبير في شفائك سريعا. اذا ما اخذته في 48 ساعه بتتعب شويه. زين، والمضاد؟ المضاد الحيوي يعالج البكتيريا. 90% من الحالات المنتشره هي فيروسيه، فالمضاد ما منه اي فائده حقك. والابره هيك مال هالمستشفيات، الابره السحريه؟ الابره السحريه بعضهم يعطون فولتارين اللي هو مسكن، والبعض يعطي ستيرويد او كورتيزون، هذا ما ننصح فيه. فانت اسال شو الابره. ايام يدي يقولون عطى ابرتين وصار زين، الحين انت متعلم، كل انسان متعلم يسال شو هاي الابره. ما تحتاج الا تامي فلو في اول يومين من الاعراض، لا تتاخر في الفحص. دكتور الحين مثلا انا جتني حمى قبل اسبوع وزكام وبلاعيم وهذا، تنصح اخذ شو اسمه التطعيم ولا لا؟ انصح. انا اليوم كان عندي مريض يا انفلونزا A وقبل اسبوعين يا انفلونزا B. فالانفلونزا في منها وايد متحورات، فانت اذا اخذت الابره تنحمي من اكثر 4 متحورات شائعه. زي اللي يقول انا مثلا ماخذ هذا 3 كورونا غير، كورونا فيروس يختلف عن انفلونزا. انت خذيت تطعيم لكورونا، هاك الوقت كان له وقته وحماك والحالات قلت الحمد لله بسبب التطعيمات على فكره. لكن الحين حتى كورونا صاير خفيف، لكن الانفلونزا حاليا تطعيم فيروس منفصل، تطعيمه منفصل ويحميك من 4 متحورات شائعه. انا عندي مريض بعد اسبوعين يا انفلونزا مره ثانيه، يعني مرتين انفلونزا في شهر، يعني التطعيم يفيدك. طبعا التطعيم وايد يفيدك خاصه للاطفال. الوايد يتصلوا بي امهات، دكتور عادل ولدي وايد تعبان صار له اسبوع 10 ايام في حمى. اقول له زين ليش ما اخذتي تطعيم؟ ليش ما اعطيتي؟ دكتور البعض يقول انا بستفيد او بقوي مناعتي، ابى اعتمد على مناعتي، شو تقول له؟ اقول لك كيفك، تبغى تعتمد على مناعتك الطبيعيه كيفك، لكن نحن نعرف ان فيروس الانفلونزا وايد يتعب. انت هني تشتغل ريسك بنفيت اناليسيس، تحسب الفوائد والمخاطر. اذا انت عندك تطعيم صار له 50 سنه وامن بنسبه كبيره، وحتى الحمل نعطيهم ويحمي بنسبه جيده، ليش ما تاخذه؟ ما اخذته لا تقول والله ناس دكتور فيني حمى اسبوع 10 ايام تعبت وايد، هذه لان انت ما اخذت. سؤال، التطعيم ما له اثار جانبيه؟ تطعيم الانفلونزا امن بشكل كبير، ويدي ويدك خذوه من يعني من 50 سنه. كل شيء في هالدنيا له اثار جانبيه، لكن بشكل عام تطعيم الانفلونزا امن بنسبه كبيره. الله يجزاك خير، مشكور يا دكتور على النصائح الطيبه. دكتور، الكحه اللي تكمل معك اسبوع اسبوعين مرات شهر بعد الحمى وبعدها تبهدلك، شو الحل؟ طبعا بعد اي التهاب للجهاز التنفسي يصير قصباتك الهوائيه حساسه تستوي، فعشان شيء انت بتكح. في ناس تروح عند بعض الدكاتره وعلى اساس يقول لك والله عندك التهاب وروح يعطي مضاد حيوي. لا يا جماعه الخير، هاي حساسيه في القصبات الهوائيه.
كأنه صار فيك ربو مؤقت خفيف نتيجه للالتهاب، فانت تروح عند الطبيب تاخذ كأنك مريض ربو، تاخذ نهيلر او بخاخ، تاخذ دواء المونتي لوكاست او السينجولير في الليل، ممكن تستفيد من العسل يوميا لكن ما تاخذ مضاد حيوي. الكحه ممكن تطول لين شهر او اكثر، كأنه فيك ربو بس مؤقت نتيجه الالتهاب، ما تاخذ مضاد. لا تاخذ مضاد. وكركم ذكر؟ والله كركم، عسل، زهرمار، كله زين. لا زهرمار مو زين. اخر شيء دكتور، شو تقولي اللي يبدلون ملابسهم بالسياره؟ والله انا جيت المقابله اليوم وياي من الدوام، خلوني ابدل ثيابي في السياره، ما اعطوني مكان ابدل. لا ينفع عليك، موجود المكتب تحت امرك. المكتب عقب ما خلص اللقاء يا ابني المكتب. لا شو تقول؟ بدل ثيابي في الموتر، وهاي ميزه الموتر يوم يكون نعود وفور ويل يكون في مخفي، فتروح تبدل، وحتى لو حد طالع تسوي نفسك كأنه ما حد. سهر بينون. دكتور عادل حبيب والله. سجواني، سعيد جدا جدا بتواجدك اليوم معنا، شرفتنا ونورتنا وسعدتنا يا سيدي، وان شاء الله نستفيد منك دائما. لكن في طلب بسيط، امر لما نظهر انا والدكتور انور نبغى ترافقنا ايضا في الجوله على الدراجه الهوائيه. خذوا لي سيكل ببلاش بعد ناخذك سيكل. خلاص ان شاء الله تم، حاضرين. مشكور يا دكتور. الله يسلمك.